قال لك خرج من الدار عبد السلام مواطن، كاين شي واحد كيسكن في سلا وكيعاودوا له نهار شنو وقع له. خرج من الدار ودار اماش لداسيا، سياره داسيا. من هي السياره ديال داسيا؟ فرنسيه. ها الاستعمار اللي دار ليها لاسورانس، عند من دار لها لاسورانس؟ عند اكسا. شكون هي اكسا؟ فرنسيه. ها الاستعمار مباشره شعلات البوله الصفراء، مشى نيشان يعمر المازوط منين؟ مع التوتال. شكون هي التوتال؟ فرنسيه. ها الاستعمار الفرنسي للمغرب. قال لك دار واحد 200 درهم، قال لك داز الكيشي ديال من الكيشي ديال بي ام سي، البنكه ديال من بي ام سي فرنسيه. ها الاستعمار الفرنسي. قال لك وتيرا شي بركه الفلوس باش يتقدم من كارفور، ديال من كارفور ديال فرنسا. ها الاستعمار الفرنسي. قال لك هو في الباب جبد التليفون عيط للمدام باش يعرف شنو خاص الدار. وبالمناسبه هو الزوجه ديالو كليان ديال اورانج، ديال من اورانج شركه فرنسيه. قال لك منين جا راجع داز للريضال شركه فرنسيه. ها الاستعمار الفرنسي. وخلص الفاكتوره ديال الماء والضوء. فاش وصل للباب للدار تفكر باللي نسى الحليب والزيت. رجع عند مول الحانوت اللي قريب قال له اعطيني واحد يطرد سونطرال الحليب. ها الشركه فرنسيه. ها الاستعمار الفرنسي. قالوا شي 5 لتر ديال الزيت لوسيور ديال من شركه لوسيور ديال فرنسا. ها الاستعمار الفرنسي. طلع للدار عيان، جبد على السداري، شعل التلفازه، دار تيفي ساك اذاعه فرنسيه، وعيطها خديجه الله يرحم الوالدين جيبي معاك واحد القرعه ديال السيال باش يشرب البرد ديال من سيال فرنسيه. قال لها راه قتلني العطش. هذا صاحبنا راه ما سميتوش ميشيل وما ساكنش في باريس، راه سميتو عبد السلام وساكن في سلاب المغرب العزيز، وكل نهار كيتقدم عند الشركات الفرنسيه وكيستهلك السلع والخدمات الفرنسيه. وهو جامي يحلم حتى يسافر لفرنسا حيت عارف الشروط ديال الفيزا صعيب بزاف. ومن بعد كيجي شي فهيمي ويقول لك راه حنا الحديقه الخلفيه ديال فرنسا. وحمو راه خاصك تقول راه حنا فيرما ديال فرنسا ديال الفرنسيس بلا ما تحشم، حنايا فيرما ديال فرنسا. الآن أستطيع أن أنام.